السلام عليكم ورحمة الله. أحلى متتبعين، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة إن شاء الله. مبروك عواشركم، نتمنى تدخل عليكم بالصحة والسلامة إن شاء الله. اليوم بغيت نشارك معكم واحد المسمن معمر في الفران، كيجي بصراحة غزال ومحمر، كيجي زوين بصراحة الله. نتمنى أنه ينال الإعجاب ديالكم. إلا عجبكم ما تنساوش ديروا لي شي لايك، بقاو معايا باش تشوفوا طريقة التحضير. عندي هنايا الدقيق ديالي على حسب الكميه اللي بغيتو ديروا نتوما، قليله ولا كثيره. عندي هنايا الملح ملعقه من خميره الخبز، ملعقه من السكر، وملعقه من خميره الحلويات. عندي هنايا الماء يكون دافئ باش غادي نجمع العجين ديالي. صافي كنضيف الخميره ديالي والملحه، وكنضيف شويه ديال الزيت الزيتون. صافي وكنجمع العجينه ديالي بهذه الطريقه هذه كما كتشوفوا. صافي غادي نجمع العجين ديالي وغادي نرجع معاه. صافي من بعد ما كنجمعوا بهذه الطريقه هذه كيجي على هذا الشكل هذا، ما قاصح ما جاري بزاف. صافي كنخليوها ترتاح باش ما تحت باش ما كتجي حتى غندوز نصاوب الحشوه ديالي. عندي الجزر حطيته، وعندي البصلة قطعتها طريق صغار، عندي الفلفلة قطعتها حتى طريق صغار، درتو خضراء ولا صفرا ولا اللي حبيتو نتوما. عندي هنايا إبزار، خرقوم، زنجبيل، ملح وتحميرة. هنايا الطون ديالي اللي غادي نزيدو على الحشوة من بعد ما تكون طابت. صافي هنايا كنزيد شوية ديال الزيت على الحشوة. صافي كنخليها طيب مزيان، كنزيد التوابل. صافي كنخليها حتى طيب مزيان. صافي من بعد ما طابت ليا زدت ليها الثوم. كما كتشوفوا كتجي غزاله، كتجي بصراحه زوينه، لان الحشوه كتجي زوينه. صافي غندوز نكور المسمن ديالي، كنكورو بهذا الشكل هذا، كنكورو كامل باش ملي نبغي نسرحو ما يجينيش صعيب، ما يجينيش قاصح. صافي غنكورو كامل وغادي نرجع معاه. صافي من بعد ما كورتهم كاملين بحال هكا كما كتشوفوا، كناخذ اول وحده اللي تكون ارتاحت، كنسرحها على هذا الشكل هذا. صافي كنسرحها على سطح العمل، كنسرحها مزيان باش ما كانت رقيقه، باش ما كيجي داك المسمن من الداخل مرق وغزال. صافي كنجمعو بحال هكا على شكل مسمنة. صافي غادي نكمل بهذه الطريقة هذه، نصاوبو مع الطريقة كاملين. صافي من بعد ما صاوبتهم كاملين بداك الشكل اللي شفتو معايا، غادي ناخد اول وحده اللي صايب اللي تكون تحت، كنحلها بهذا الشكل هذا. ما كتشوف كنحلها بحال هكا. نتوما تحلوها شويه ولا تحلوها بزاف على الشكل اللي بغيتو. صافي غادي ناخد الحشوه ديالي من بعد ما بردات لي واحد شويه.
صافي كنعاود معاها بحال هكا، كنسرح داك الحشوة شوية بالسمنة. صافي وكنجمعو بهاد الطريقة كما كتشوفو. كنحاول نصب باش متحلش لينا. كناخد الزيتون، تقدروا تزيدوه باش ما بغيتو نتوما. صافي كنقص على الجوانب مزيان باش متحلش ليا في الفران. صافي كتجي على هاد الشكل هذا، شتي واحد المنظر زاهر صراحة. صافي من بعد ما كملتهم كاملين كناخد اصفر البيض، صافي كندهنو عليهم بالطريقة هادي باش كتعطيني واحد اللون محمر مذهب، تعطي واحد القرميشة زوينة صراحة. صافي غنكمل بهاد الشكل هذا وغنرجع معكم. صافي من بعد ما كنكملهم كاملين كندخلهم للفران باش يطيبوا ليا. كنخليهم يطيبوا مزيان يتحمروا من التحت. صافي يتحمروا عاد كنحمرهم من الفوق كيجيو بصراحة مقرمشين ومحمرين زوينين. كما كتشوفوا معايا راه تحمروا من التحت، كيجيو مزيان وكيجيو جنان. ديك الحشوة اللي درنا في الطون كتجي غزالة البنات. نتمنى انه جربوها واللي جربتوها عجبتكم متنساوش ديروا ليا شي لايك. نتمنى نكون خفيت طريقة على قناتكم. الفيديو القادم ان شاء الله نتمنى ولادي ديما مع امران. تبقاو على خير، بسلامة عليكم.